من العائلات اللي جات وسكنت بالمشتى هي عائلة بتحنوش أو عوكي. جدا اسمه منصور الدغلاوي، جاء من ضيعة اسمها الدغلي وانتقل عين دهب، وبعين دهب تعرف على متى البيطار وبيو منصور البيطار، وتجوز بنت منصور البيطار وانتقلوا سوا على المشتى. وبالمشتى جاه ولدين، نصور وحنا، من نسل نصور ليون الزعين وولاده، ومن نسل حنا إبراهيم حنوش وطنوس حنوش، عيسى حنوش وليون حنوش والياس حنوش. وبهالحارة اللي نحن فايتين فيها اللي كانوا يقولوا لها سوق الحرير، هون سكنوا بيت حنوش. على اليمين هون بيت دكتور جورج حنوش ابن مخايل الحنوش، وبعد منه هون بيجيك بيت حنا مخايل الحنوش اللي هو بو ممدوح. وقبال بيت حنا مخايل الحنوش في عندك بيت بديع الحنوش اللي هو ابن الياس الحنوش، وولاد بديع هني عزات ومالك وزهير حنوش. وهلا نحن ونازلين قبال كنيسة مار الياس بيت نسيم ابن حنا الحنوش، يبقى في أنطرة على مدخل هالباب هون، وفي بيتين شل جوا. في فترة من الفترات سكن بهالبيت جرجورة الزاري، وبعد منه سكن بيت سمير الجودات. البيت اللي قدامنا على اليسار هو بيت عيسى الحنوش. عيسى عنده ابنه اسمه جرجس، وابن جرس اسمه الياس بو عدنان، يعني الياس جرجس عيسى الحنوش. وقبالهم بيت إبراهيم الجميل إبراهيم الحنوش اللي هو بيكون جده لإبراهيم وخليل الجميل. محل هالبناية اللي قدامنا هون يبقى في بيت شل وقدامه دور كان ساكن فيه الياس الجحي الحنوش ابن عمه لمطانيس الزعيم. وبعد منهم استلموا جرس ديبا وخيو سهيل وعملوا بايكي كان يزرب فيه المعزة. وهون البيت اللي قدامنا هذا بيت مطانيس ابن ليون الزعيم، كان بالزمان مخفر، وهالكاكين اللي شايفينها على الطريق هون كانت اسطبلات للخيل تبع الشرطة. ومثل كل الناس بأيام السفر برلك راح من عيلة بيت حنوش كتير عالم، اللي منذكر منن هلأ اللي راحوا مرجعوا هن عيسى وإبراهيم وليون وطنوس. هدول راحوا على السفر برلك وما عاد نعرف عنهم أي شيء. انطرونا قريبا بعيلة تانية وحكاية جديدة، اتضلوا بخير.